الرجل التونسي حقق فوز مستحق بنتيجة 2-0 على بيترو أتلتيكو الأنغولي في مباراة ظهر فيها بأداء جيد مقارنة بالمباريات السابقة. حيث جاء الشوط الأول دون المستوى المطلوب من حيث الإيقاع وصناعة الفرص مع بعض الارتباك في اللمسة الأخيرة. جديدة والكرة رجعت من المدافع إلى الحارس. موجودة الفرص ولكن يواصل الترجي غياب قبل أن يتغير الوجه تماما في الشوط الثاني، وجاء الهدف الأول عن طريق دياكيتي من رأسية جاءت من شهاب الجبالي. شهاب عرضية يلعب الكرة، شهاب في البينالتي يمشي كرة جبالي، يلعب كرة شهاب وين الرأسية. الهدف الأول، الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. بوبكر دياكيتي ريح وارتاح، ريح وارتاح، اضرب بالراس وبالمرتاح. بعد تحسين في الانتشار والضغط والارتفاع في النسق الهجومي، فخلق الفريق فرص أكثر وفرض سيطرته نسبيا على مجريات اللعب. وجاء الهدف الثاني عن طريق جاك ديارا. توقاي في الظهر، يلا ديارا لهذا دخلت يا جاك، يمشي جاك ديارا الثاني. الترجي الرياضي التونسي وما أدراك يسجل الثاني. جاك ديارا جاك يا أنغولا 2-0. في مقابل محاولات بيترو الذي لم يكن سهلا حاول العودة في النتيجة. الشوط الأول كانت أخطر فرصة لبيترو، كرة اصطدمت بالعارضة وكادت تصعب المباراة على الترجي. على اليسار صعيبة برشا، كرة لفريق بيترو، خرج كرة عرضية صعبة جدا بالك ومش ممكن على العارضة. أخطر كرة لبيترو يا ستار يا مان على الاخطار. لكن واقعية الترجي وحسن تعامله الدفاعي حافظ على التقدم إلى نهاية اللقاء.